عظة من زمن بغيض، عظة من زمن الحرب العراقية الإيرانية. العظة عندما يكون هناك بيننا أناس متفوقين مخلصين متفانين بالعمل بغض النظر عن مذهبهم، يجب أن نثق بهم ونساندهم. الحادثة عندما كنت أعمل في التسويق العالمي، كانت أعز الساعات الأوقات من الساعة 7 إلى 10 للساعة 7. هذه الدقائق التي كنت أنظر بها إلى ما هي القرارات التي سوف نتخذها، وهل لدينا المعلومات الكافية لاتخاذ هذه القرارات. وكانت فترة أخلو بها لنفسي، والله خير الربع بالتسويق العالمي كانوا يحترمون هذه الرغبة. إلا ذاك اليوم وإذا بالأخ حسين الشماع يفتح الباب بقوة، يدخل علي وعيونه شو أقول لكم، يطلع منها شرار، يطلع منها دم، يطلع منها دمع، معصب. قلت له خير إن شاء الله يا أبو عبد الله، اهدأ يا أبو عبد الله، اللي رشك ماي أرشه دم، اهدأ، شو السالفة؟ قال طلعنا أنا وعبد الأمير النجدي نروح نيروبي. قلت له اوكي فيري جود، خوش كلام، مشكورين، هذا واجبكم يعني. قال الطيارة اللي تطلع من دبي تأخرنا عليها وطارت عنا. لو كلها تصير مع الربع يا ابو عبد الله، ذاك اليوم مع عبد الله الرومي صارت، ذاك اليوم مع ناصر السلمي صارت، ذاك اليوم صارت مع علي الدبوس. وين ردون الكويت؟ قال رديتوا الكويت. قال لا ما ردينا الكويت. قلت له شلون؟ قال قررنا نكمل. قلت الله هذا شيء طيب منكم يا ابو عبد الله. قال بالفعل رحنا البحرين علشان ناخذ طياره البحرين نيروبي. قلت له فيري جود ابو عبد الله، اكسلنت، خوش كلام. قال ولكن في عندما وصلنا البحرين هم طارت عنا طياره نيروبي. قلت له ولين. وبعدين قال ردينا الكويت. قلت له والله مشكور، انتم كان ممكن تردون افتر 1 ستيشن، الحين انتم رديتوا افتر 2 ستيشنز، ان شاء الله بالتقييم الميريت انكريس مالكم ونقيمها لكم. قال ابو سالم مو هذا الشيء، ما يجيك علشان فلوس. قلت له عشان شنو ابو عبد الله؟ وزعلان بالمناسبه، ليش زعلان؟ قال امن الدوله قبوني انا وعبد الامير وحققوا معانا 6 ساعات. قلت له شنو؟ قال 6 ساعات يا ابو سالم. قلت له ليش؟ قال وعندهم سالفه بهذلونا 6 ساعات على خالي بلاش، هذا السبب ان احنا متفانين بالعمل. قلت له ابو عبد الله تعال لي الساعه 10 وان شاء الله يصير خير. يعني الساعه 10 شربت قهوه، شلت التلفون على العميد فهد الفهد. قلت له ابو احمد ليش وقفتوا حسين ماجد الشماع
عبد الأمير النجدي. ليش؟ هذول مخلصين، هذول أوفياء، هذول ما عليهم أي غبار. أبو أحمد، أنت طلبت مني قوائم وأنا قلت لك ما عندي أحد عليه شك، وإذا عندي ناس عليهم شك وأنا متخفي عليهم نادني أنا. أبو أحمد، قبل لا يوقفون ربعي كان لازم ينادوني. أقلتها يوم وقفوهم أنا يوقفوني معاهم، أنا مسؤول عنهم. قال لا آسفين واسمح لنا. قلت له شوف أبو أحمد، بقول لك شيء، أرجوك ثم أرجوك، إن حدثت في المستقبل مثل هذه الحادثة لن أتوقف بشكواي حتى أن أصل للأمير سموه الشيخ جابر الأحمد. قال لا إن شاء الله ما يصير، ولم تحدث حادثة أخرى والحمد لله. ورضيت الأخ حسين الشماع لما عندما سمع هذا الكلام ارتاح أبو عبد الله وما قصر واستمر في عمله المتميز حتى أن تقاعد هو والأخ عبد الأمير. هدف من هذه العظة هو أن بيننا من أخوتنا الشيعة من هم ثقة ومؤهل وكفاءة وإخلاص للكويت، لا غير الكويت عندهم، لازم نحطهم تاج على راسنا. لا نبتدي نشكك في أحد، لا نشكك حتى أن نرى العيب نفسه. والله يحفظ الكويت وتنتهي هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. شكرا. السلام.